الطفل إبراهيم أدهم من مصر، عمره 7 سنوات، من منطقة فقيرة وبسيطة، المعيشة فيها صعبة حقيقة في مصر. اسم المنطقة المرج. إخواني معي من فريق العمل من مصر يقولون يا فهد جبتنا هالمنطقة هذه إحنا المصريين ما شفناها. هذا الولد تبارك الرحمن حفظ القرآن الكريم كاملا ولم يبقى له إلا البقرة وآل عمران حتى يحفظ القرآن. حفظ القرآن عن طريق سماع الأشرطة. تبارك الرحمن. الآن ما شاء الله كم تحفظ من القرآن يا إبراهيم؟ لحد سورة النساء. ما شاء الله ما شاء الله. كيف اكتشفت هذه الموهبة؟ كيف اكتشفت أن ابنك بعمر صغير أعتقد 2.5 سنين أنه يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى؟ والله حضرتك كنا بنصلي المغرب يعني جهر، فأنا ووالدته كده، فكان هو بيلعب ورا مننا احنا وبنصلي. بعد ما فرغنا من الصلاة بس أمه لاحظت إنه بيقرأ قرآن. وأنا سمعتهم بقى بيقرأوا في سورة الإخلاص. نعم. فروحت سمعتها منهم بعد ما خلصوا صلاة، لأني أبي بقول بسم الله الرحمن الرحيم وبقرأ في سورة الإخلاص. مجرد إن أسمعها إحنا وبنصلي. فبتقول لي السيدة إبراهيم حفظ سورة الإخلاص. قال لي مين اللي حفظها لك يا إبراهيم؟ قلت له أنا سمعتها منكم ورحت حفظتها. فعشان كده أبي قال لأمي اهتم بيه وقرأي القرآن وكده لحد ما. فعلى طول كل يوم تحفظوا سورتين 3. نعم. من ال3 سنين كان خلص 7 أجزاء. ما شاء الله. ففي شيخ هناك قال لي لا ده أحكامه ضايعة خالص. نعم. فطبعا زي ما تقول جاتني حالة إحباط. في المكان اللي احنا ساكنين فيه ما كانش فيه محفظين. نعم. وحاولت بقدر الإمكان أجيب له محفظ ما عرفتش. حالته المادية ساءت. طيب أبي شيخ لابني يحفظ القرآن، لو أي واحد منا، لو أي واحد من الشباب ولا واحد منكم الآن شاهدنا تحوش حالة من الإحباط واليأس إنه خلاص دام إني ما لقيت شيخ خلاص ابني لا يحفظ القرآن، أنا عملت كل اللي علي. لا، أبو إبراهيم راح ابتكر شيء آخر. قال لا أنا ما أقدر أجيب شيخ، على الأقل عن طريق الموبايل أسمع المشايخ في إذنه ويبدأ يحفظ عليهم لأنهم قراء متقنين، يحفظ عليهم القرآن ويستمر معه حتى يعني ينتهي من كتاب الله سبحانه وتعالى. لأنني لا أؤيد أن يحفظ أي شخص القرآن بدون شيخ متقن، لكن تفاجأت أن إبراهيم هذا الطفل يحفظ القرآن بدون شيخ. فجلست مع والده، تبين لي أن والده لا يستطيع أن يتحمل تكاليف الشيخ المتقن. اتفقت أنا وفريق عمل مسافر مع القرآن مع والده بإذن الله تعالى أن نتكفل بتحفيظ القرآن الكريم كاملا عن طريق شيخ متقن. باليوم الواحد ما هي الكمية اللي يحفظها؟ والله في اليوم الواحد يعني زي ما تقول حسب ما تهيأ له الجو، على حسب الظروف. حسب الظروف. لو الجو هو تقريبا يعني ممكن صورة في اليوم. يعني أنا على ما أذكر حفظ سورة الأحزاب في 5 ساعات. ما شاء الله تبارك الرحمن. الحمد لله. سورة الأحزاب كاملة. بسم الله ما شاء الله. يعني هو ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا للتنويه لما نتكلم عن سورة الأحزاب، هو الإنسان إذا أراد أن يحفظها أقل شيء يحتاج 4 أيام أو 5 أيام حتى يحفظ. طيب باليوم كم يراجع إبراهيم؟ اليوم ممكن 4 أجزاء 5 أجزاء يراجع حسب. بس أيام المدرسة يعتبر ما فيش. طريقة المراجعة إيش؟ على السماعات والتليفون. العجيب في قصة الطفل إبراهيم أن والده حبب إليه حفظ القرآن، استخدم معاه جميع الأساليب اللي تحفزه وتشجعه أنه يحفظ القرآن. شوفوا معي شلون والده شجعه لحفظ القرآن. أنت بدأت معاه الآن، يعني أول خطوة للتشجيع عملتها ليه أن عملت له المرجيحة المتواضعة هذه البسيطة. طبعا احنا قاعد نتكلم عن المرجيحة أعزائي المشاهدين، مرجيحة يعني أبسط مما تتخيلون.
يفسحني ويركبني على الدراجة اللي هي العجلة. هو طبعا غير المرجيحة غير الدراجة تحطها على كتفك. بحطه على كتفي. وين تودي لما تحط على كتفك؟ لما يكون رايح المدرسة، لما يكونوا خارجين فسحهم. احنا رايحين المدرسة يروح يشيلني على كتفه وامسك التليفون واروح اقول معاه وهو يمشي بيا لحد ما نوصل الدقيقة وانزل. ما بخلوش يمشي عينه تلتفت لأي حاجة في الشارع، عن عيل بيلعب، عن عيل بيشتم عيل أو ألفاظ خارجة، لا. فأنا بلهيه عن ده كله، بخليه يركز في القرآن، بيحفظ قرآن، ما بخلوش ينتبه لأي حاجة مخلة في الشارع. ما شاء الله إبراهيم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون أكتافك هذه تشهد لك يوم القيامة أنك أنت عن طريقها حفظت ابنك كتاب الله سبحانه وتعالى. على الكتف وفي الدراجة والمرجيحة، كل هذه الوسائل اخترعوها الأب والأم حتى يشجعوا هذا الطفل. بالنهاية هو طفل بدأ وعمره 2.5 سنين بحفظ القرآن، والآن عمره 7 سنوات يريد أن يلعب ويتفسح. ليش هذا كله؟ يعني أعتقد في تعب عليك. ليش استخدمت كل هذه الوسائل انك تحفظها؟ اولا يعني الحاجتين. الحاجه الاولانيه ان يعني اللي حفظ القران له البس الله تاج الوقار يوم القيامه، اقل يقوتا فيه بالدنيا ومن عليها، اقل يقوتا فيه. ثاني حاجه في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينقطع عمل ابن ادم الا من 3، من ضمنهم ولد صالح يدعو له. الله أكبر. فانا اتمنيت يعني من الدنيا وكل امل في الدنيا ان يبقى اسيب ورايا ذريه تدعي لي مش تدعي علي. ما شاء الله تبارك الرحمن. ايه رايك اختبرك في القران؟ جاهز ولا نص ونص؟ جاهز. جاهز ان شاء الله؟ ان شاء الله. يلا اختبرك في القرآن. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. أكمل. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. كثير من الناس يعني يقول لي فهد أنت لما تروح لأن هذه المناطق فقيرة لأنهم يعني هم فقراء فما عندهم شيء يحفظون القرآن. أنا أقول لك بالعكس، اليوم لأن إذا هم فقراء الأب يتعب والأم تتعب ولا يرجعون إلا متأخر إلى البيت ولا يستطيعون أن يحفظون أبنائهم القرآن، بل هم صعب عليهم تحفيظ أبنائهم القرآن، وإحنا كل شيء متوفر عندنا ونهمل أبنائنا ولا نحفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى، لأننا لا نعلم أن السعادة الحقيقية والبركة في الدنيا والآخرة هي كتاب الله سبحانه وتعالى. سألت الطفل إبراهيم شنو حلمك وشنو طموحك؟ قال والله أنا حلمي أبي لابتوب أحفظ عليه القرآن الكريم. سبحان الله، حتى أحلامه متعلقة بحفظ القرآن.
والله يا ريت يا إبراهيم تكون قدوة لأولادنا.